السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابع قناة الشيخ خالد. الأيام دي أوان الليفت كتير ورخيص في السوق، فشغلين الفرصة دي وجبنا أحلى وصفة وأسرع وصفة لتخليل الليفت في البيت. تمام، حاجة روعة تخلليه على ايدك في البيت، تاكلي حاجة مضمونة وهتبقى برضو رخيصة. تمام، زي ما عودكم الشيخ خالد دايما بيجيب لكم بعض الأسرار والتكات. صدقوني هتعجبكم الوصفة دي خالص، وصفة سريعة وسهلة. بس ياريت الاشتراك في القناة، دعمونا بلايك بشير كومنت. لو عايزين حاجات، حد محتاج حاجة وصفة معينة، احنا موجودين برضو. تمام، في ناس بتحب تشرب المية بتاعت الليفت زي ما بيقولوا. طبعا اللون ده معمول من البنجر، احنا حاطين فيها واحد بنجر، دي حبة البنجر اهي. وما تروحوش بعيد، يلا هنبدأ مع بعض. المقادير معانا كيلو ليفت. طبعا يستحسن لما نيجي نجيب الليفت نقيه اللي هو الحجم الصغير، بس للأسف انا ملقيش الصغير، جبت الكبير. دي بتبقى مش حلوة في التخليل. ومعانا محتاجين واحدة بنجر، البنجر عشان تدينا اللون وتدينا الشكل الحلو بتاع الليفت. هنبدأ نقطعه، يكون سميك شوية. لو عندك القطاعة بتاعت المخلل المشرشرة تدي شكل حلو ماشي، انما ما عنديش انا، فقطعتهم بسكينة كده. شوف السمكة تكون بالحجم ده، ونقطع الكمية كلها. طبعا الليفت محبوب كتير، الناس كلها بتحبه، وده اوانه. هنجيب معانا ملح خشن نرشه عليه عشان ينزل كمية من المية اللي فيه، ونسيبه كده ساعة. كده بعد الساعة شوف المية نزلت قد ايه. هناخده كده نشطفه، وهنتخلص من المية دي مش عاوزينها. مستني ايه؟ انزل اشترك في القناة. دي المية خلاص، كمية المية اللي نزلت من الكيلو الليفت. انا جبت شوية مية عشان نشطب بس الملح الزيادة اللي فيه. نشيلهم. نخلص من المية دي. معنا واحدة بنجر وقشرها.
قشرناها نقطعها. قطع الفجل على اللفت قصدي، مش عارف انا ليه بقول فجل. كده خلاص الخطوة دي. انا هنا جبت لتر ونص مية، تمام. هحط عليه نص كوباية خل، ربع كوباية خل، وعندي معلقة كبيرة ملح خشن، تمام. دي مية دافية بس مش سخنة، هندوب فيها الملح، ندوبه كويس. اتأكد ان الملح داب كله لسه. وهجيب الحاجة اللي هعبي فيها او البرطمانات اللي هشتغل فيها. كده انا جبت العلبة دي، تمام. مش متوفر عندي برطمان فجبت دي. نبدأ نرمي الليفت تحت كده. بعد كده ادي واحدة بنجر، شوية تاني، تتين بنجر، شوية كمان زي ما احنا شايفين كده. ندي البنجر وشوية، نجيب المية بتاعتنا اللي احنا حطينا فيها الملح والخل، ونبدأ نديها لحد ما نغطيها. كده عبيناها على الآخر وهنضغطها. كده قفلناها كويس، ده الشكل زي ما احنا شايفين، تمام. طبعا البنجر هيلون كل الفجل الليفت ده. هنسيبها كده. كده هنسيبه في المطبخ مكان دافي، تمام. هياخد له بتاع 4-5 أيام وهناكل منه ان شاء الله. كده الليفت بتاعنا بعد 3 أيام بالظبط، هنفتح عليه ونشوف النتيجة بتاعته. بسم الله. زي ما انتم شايفين، نجيب طبق. الريحة بتاعته بصراحة تجنن. بسم الله. شوف الجمال والحلاوة. نجرب واحدة ونشوفها، نطلع واحدة ونشوفها. شوفها عاملة ازاي، حتى اللون بسم الله ما شاء الله. كده النتيجة بتاعته بعد 3 أيام. ممكن تسيبيه يوم تاني هيبقى حلو برضو. وبكده يبقى ايه،
الليفت بتاعك في البيت. في رمضان بقى مع شوية طعمية مع شوية فول. في ناس بتحب تشرب المية بتاعته. تمام. ومش دايب، يعني مش طري خالص ولا بتاع، لا ماسك نفسه عشان العار المظبوط بتاع الملح والخل. وبالهنا والشفا.